السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي آية أحمد ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها. كيكة المانجا لكل عشاق المانجا، الناس اللي بتحب المانجا كده زيي تيجي هنا عشان عاملة عظمة بجد. النهاردة هنعمل كيكة بعصير المانجا. تخيلوا بقى الطعم معايا كده، حاجة كده في منتهى الجمال. كل قطمة كده فيها مانجا، خطيرة بجد. كيكة طرية جدا، هايلة. بصوا بقى، يعني حاجة كده من الآخر بجد. ومكونات بسيطة جدا، هنعملها ببيضة واحدة وفي الخلاط بطريقة سهلة جدا. بجد الكيكة دي هتعتمدوها، جميلة جدا. يلا بقى سخنوا الفرن بقى معايا وتعالوا بقى نشوف عملنا الكيكة دي ازاي. في البداية أنا معايا هنا كوباية من الدقيق متخصص للكيك، منخول كويس جدا. معايا حباية البيضة بدرجة حرارة الغرفة وعليها الفانيليا. ما ينفعش نطلع البيضة من التلاجة نشتغل بيها، لازم البيضة تكون برا التلاجة. معايا هنا ربع كوباية من الزيت، وطبعا زيت نباتي، زيت ابيض. ومعايا هنا معلقة كبيرة من الخل بيدي قوام وهشاشة حلوة اوي للكيكة. معايا هنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. معايا هنا نص كوباية من اللبن المغلي. معايا هنا معلقة من الكريم شانتيه، اختياري بس بيدي طعم جميل قوي. معايا هنا نص كوباية من السكر. ومعايا هنا حباية متوسطة كده من المانجا، كده مقطعاها قطع كده زي ما انتوا شايفينها. انا هبتدي انزل على الدقيق برشة صغيرة من الملح، وهنزل بمعلقة البيكنج باودر وهقلب كويس جدا، اتأكد ان البيكنج باودر والدقيق والملح اتغلفوا كويس. هايل قوي. نيجي بقى الخليط السائل في الخلاط. هبتدي انزل بالمانجا وانزل عليها بمعلقة مية صغيرة، وابتدي اضربهم في الخلاط لحد ما المانجا تتضرب كويس. هنزل عليها بالبيضة، الخل، كريم شانتيه، والسكر، والزيت، وهبتدي اضربهم. بس ابتدي انزل الجوانب كويس وابتدي اضربهم لمدة دقيقتين. وهنزل عليهم بالخليط الجاف، هنزل عفوا بالخليط السائل على الخليط الجاف. وابتدي اقلب كويس جدا بحركة دائرية كده، بمضرب سلك عادي خالص او بمعلقة. هنبتدي نقلب كويس لحد ما الخليط يتجانس معايا تماما، واتاكد ان مفيش اي دقيق. هبتدي كده بسباتيولا كده اجيب الدقيق، اتاكد ان مفيش دقيق في قاع الطبق بتاعي. هايل قوي. بعد ما اتاكدت ان مفيش اي دقيق، الخليط بتاعي لسه ناشف كده شويه، جامد كده شويه، هبتدي بقى انزل عليه باللبن بالتدريج. اللبن بتاعي ساخن تماما. هبتدي بقى اقلب كويس لحد ما عفوا اللبن يختفي بالراحة خالص، لحد ما اتأكد ان اللبن خلاص ما عادش ظاهر معايا. اتأكد ان الجوانب ما عادش فيها دقيق. هايل اوي الخليط بتاعي كده. هنبتدي بقى نصبه في صينية، ممكن مدهونة سمنة ومتبطنة بدقيق او زيت ومتبطنة بدقيق، او نفرش ورق زبدة. انا هنا هنزل بالخليط بتاعي ده في الصينية، انا متأكدة ان الصينية بتاعتي مش بتلزق. هبتدي انزل بقى في الفورمة دي بالخليط بتاعي، بس بديله خبطة كده على الرخامة بتاعتي، اتأكد ان الهواء بتاعه خرج. هايل قوي. هبتدي بقى خبطة كده عشان اتأكد ان الهواء بتاعه خرج، عشان المسامات بتاع الكيكة تبقى ضيقة. او بسكينة زي ما انتوا شايفيني كده بعمل خطوط كده، بس ما مش بوصل للقاع عشان اتأكد ان المسامات بتاعتها تبقى ضيقة. هحطها بقى في صينية وابتدي بقى اخبزها في درجة حرارة 160. وبتخرج معايا بقى ريحتها قلب الدنيا بجد. الكيكة دي ادمان، خطيرة. هبتدي بقى انزل كده بالسكينة، ان السكينة طلعت نضيفة كده زي ما انتوا شايفينها كده. الكيكة مستوية معايا تماما. هنبتدي هنا نقلبها. شايفين بقى الجمال، الكيكة واخدة لون خطير من تحت بجد. الكيكة ريحتها قلب الدنيا بجد. الكيكة دي طرية في منتهى الطراوة كده والجمال، وغرقانة كده بالمانجا، طعمها حكاية بجد. هتجربوها مش هتبطلوا تعملوها. الكيكة اسفنجية جدا، طرية. الكيكة بجد في منتهى الجمال. انتوا هتعتمدوا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها. انا بقطعها معاكم كده. الكيكة بجد طرية جدا. شوفوا لي بقى الجمال بتاعها كده. الكيكة قد ايه طرية، ولونها الخطير ده بسبب المانجا.
شايفين بقى القطعة جميلة ازاي؟ ما شاء الله بجد. الكيكة في منتهى الطراوة والجمال، بجد هتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها. ولو انتوا بتجربوا التطبيقات بتاعتي ابعتولي الصور، بجد بتفرحني جدا. وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها مقدما. مع السلامة.